نطلع إلى فقرة جديدة يقدمها الزميل طارق الحربي، الفقرة الرياضية أو النشرة الرياضية، خليكم معها ونرجع نكمل. حفل دوري جميل، طبعا حفل كان رائع جدا 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 جدا. لو أقعد من هنا للصبح أقول جدا ما هو في حقه، يعني أنا لدرجة إني قعدت أدور أشرطة فيديو بس ما لقيته، كله صاف مو بصافي. يعني ايش تسوي؟ يلا مو مشكلة نقعد نتابع في مكان. Mönchengladbach, la squadra che ha rivaleggiato col Bayern negli anni 70, questa è una festa, è una cerimonia e allora يا شباب يا شباب مو بهذا تكفون يا شباب، لا احنا ما نسوي الحركات ذي، لا دوروا ايه شوفون الحفل حقنا، لا ما نسوي، عيب نسوي شكل كورة، لا دورونا بس. الكورة حبنا، قول الشعار معايا، السعودية عشقنا والكورة حبنا. اي هذا الكلام، هذا الناس اللي تعرف تحتفل. يعني انا ما ادري، هو حفل افتتاح مركز صيفي اتوقع، يعني ما يعني الكوره عشقنا والرياضه حبنا، يعني انتم كسرتوا اللغه العربيه الفصحى كلها عشان نوصل لحبنا وعشقنا، حبنا وعشقنا. ممكن اغيرها يا اخي، السعوديه حبنا والكره عشقنا وانتهينا. يعني في حلول بس يلا. الله يحفظك يا شيخ. ترى عادي، يعني ماني محتاج الاشياء ذي كلها. انا ممكن اروح البوفيه واجيب لي كاس شاهي بدون ما اتفلسف، ما يبغى لها فلسفه. يعني انت الحين كوره تعدت حكم، وكوره ما عرف يفتح الحكم الغطاء، وحكم تقل ميكانيكي فتح من عند الكبوت. يا حبيبي الكوره من فوق، يعني مستحيل يحطون الكوره في كبوت يعني. لكن اعطوا دوره للحكام، دورة التعامل مع السيارة تجيب الكورة. الله يجزاكم خير يا شباب، شكرا، الله يحفظكم. لا والله ما قصرتوا، ما قصر. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم. ايش اللي موسيقى حزينه في حفل؟ يا اخي هذا حفل ما هو بعزاء، يعني احنا جايين نعزي ولا نحتفل؟ الا اذا كانت الموسيقى مقصوده. طبعا ان النصر من زمان ما اخذ بطوله، في ضرب من تحت الحزام ذي، او انه الرجال اللي متعلق فوق ذا حزنتوا عليه وحطيتوا له موسيقى زين، هذا ممكن. بس المشكله العذر ما يعني ما له حل. على العموم حفل مركز صيفي جميل، أنا عجبني صراحة. وبعدين حنا على المدرج ونتفرج. صراحة شوف، أنا ماني متابع جيد للدوري المحلي، أوكي؟ نعم. لكن استمتعت جدا أنا استمتعت أو بالأحرى انصدمت. أنا استمتعت، وأقول لطارق يعني الحمد لله إنه الخيمة إياها ما عاد فيه، ولا كل اللي فيها كان يعني يزعلوا منه. كان جابوا له كتيبات علوم، ايش اسمه، كتاب علم، يعطونه دروس في التحدث. يعني الحمد لله. بس سالفة أنا أول مشهد اللي هو يسوون شكل رجال ويشوت كورة، تصدقت إنه هذا حقنا، قلت ما شاء الله والله مرة جميل، وراه زعلان طارق. لا بعدين هو احنا عندنا أشياء ثانية زي ما قلنا، عندنا أشياء ثانية. ثقافة الاحتفال تختلف. أول شكر لزميل طارق على هذه الفقرة، واللي راح تكون فقرة يعني مستمرة معنا، ما أدري كم مرة في الأسبوع، بس إنها موجودة. موجودة كل كم يوم. نطلع إجابة واضحة كانت. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.